السلام عليكم اخواني الكرام، اخواتي الكريمات. في الفيديو ديال اليوم اخوتي غنهضروا على واحد الموضوع كيضر في القلب الصراحه وكيطلع الدم، اللي سببه لاعبي المنتخب الوطني. واش اخوتي وصلنا لهاد الدرجه ديال الدل؟ واش اللعابه ديالنا ما بقاش عندهم الروح الوطنيه والكبرياء؟ كيفاش يمكن لواحد لابس قميص المنتخب الوطني يدير لايك لواحد كيستهزأ بالمغرب والمغاربه وانسحب من نهائي كاس افريقيا؟ اليوم اخوتي غنكشفوا المستور اخوتي، وغنهضروا على هاد اللايكات المسمومين اللي داروها لاعبين المنتخب الوطني سمير المرابط السيباري وسام الترغاني، وقائمه طويله. وبقاو معايا حتى الاخر باش تشوفوا الفضيحه كاملين اخوتي. عقلنا على النهائي المشؤوم ديال كاس افريقيا ضد السنغال والانسحاب ديالهم في النهائي، وهما اللي راونوا الدنيا، وهما اللي بسببهم توقف الماتش، وبسببهم الكاف سحبات منهم اللقب وعطاته للمغرب. يعني هما اللي غالطين وهما اللي عاقبتهم الكاف. ولكن واش تقبلوا هذا الشيء؟ لا ما تقبلوش. ناضوا اللاعبين اخوتي ديال السنغال قبل الماتش ديالهم ضد منتخب البيرو، ناضوا بداو كيديروا احتفالات وهميه بكاس افريقيا اللي سحباتوا منهم الكاف، وكيحطوا في التصاور وفيديوهات في انستغرام كيستهزئوا بالمغرب وبالقرار ديال الكاف. هذا الشيء عادي بالنسبه لهم، لانهم كيدافعوا على شرعيتهم الوهميه اللي كيحلموا كيتخيلوا بانهم هما اللي فازوا بكاس افريقيا. ولكن اللي ماشي عادي اخوتي واللي كيفرقع المراره هو ملي كتلقى لعابه ديالنا ولاد بلادنا اللي كيمثلوا الرايه المغربيه داخلين عند هاد السنغاليين وكيديروا ليهم لايك. ومن هاد اللعابه هو سمير المرابط ديال ستراسبورغ، واسماعيل السيباري ديال ايندهوفن، واسامه ترغالين. هادو كاملين حسهم الجمهور هما دايرين لايك على المشهورات ديال هاد السنغاليين اللي كيستفزوا في المغرب والمغاربه وفي قرار ديال الكاف. هاد اللايك اخوتي راه استفزاز مباشر لينا كاملين، كيبين باللي هاد اللاعبين ما كيحسوش بالحرقه اللي كيحس بها الجمهور اللي كيدافع على رايه المغرب. وهذه راه ماشي هي الروح الوطنيه، وهادو ماشي هما اللعاب اللي كنتسناو منهم بانهم يجيبوا لنا القاب ويفرحوا الشعب المغربي ويديروا يمشيو لكاس العالم، يديروا واحد التورنوا تكون واعره. هاد اللاعبين اخوتي خاصهم يعرفوا باللي ديك اللايك راه ماشي لايك عادي غير يجي يبرك على لايك، راه كيعني باللي انت متفق مع المحتوى اللي دايرين هذوك الناس والاستفزازات اللي تستفزوا المغاربه والجمهور، والفوطه اللي مقرر كيستفزوا بها هذاك السيباري النيت اللي طيح الدل على راسو على المغاربه. ناض مشى كيطلب السماح منهم في النهائي، وزايدها مشى تيدير في اللايكات على المنشورات ديال هذوك هما كيحتفلوا بكاس افريقيا. الا كان اخوتي هذا المحتوى كيسب بلادك وكيستهزأ بجمهور بلادك، فهاد الشيء كيتسمى خيانه عاطفيه للوطن والجمهور المغربي. واش هاد اللاعبين اخوتي كيعرفوا الاحتراف غير في اللعب وما كيعرفوش التواصل؟ واش كيحسب لهم باللي حنا الجمهور براش ما كنفهموش؟ هاد اللايكات راه كتعطي الشرعيه للسنغاليين باش يزيدوا يستهزئوا بالمغاربه، وكيبين لينا باللي اللعابه ديالنا خوتي عايشين في فقاعه اوروبيه، يعني منفصلين تماما على الواقع المغربي وعلى حرقه الشعب. في الاخير اخوتي بغيت نقول لهاد اللعابه راه القميص الوطني امانه والجمهور المغربي خط احمر. الا بغيتوا تكونوا محترفين بصح خاصكم تحترموا مشاعر الناس واللي كيساندوكم. هاد اللايكات خاصهم تفسير بكل صراحه، وخاصهم يعتذروا للجمهور المغربي. انتم الخوت بالنسبه لكم انتم شنو رايكم في هذا الشيء؟ واش كتعتبروا بان ديك اللايك داخله فقط في اطار رياضي ولا خيانه؟ خليوا لي الاراء ديالكم اخوتي في التعليقات، وما تنساوش واحد اللايك للفيديو وتشاركوا القناه باش يوصلكم كل جديد. هذا الشيء اللي كاين اخوتي، وتحياتي لكم.